السلام عليكم. يستمر مسلسل حلب الفقراء بالمغرب. قنينات الغاز البلاستيكية الجديدة ثمنها وهي ممتلئة 300 درهم. نعم، كما نعرف القنينات الحديدية المصنوعة من الحديد تصلنا في حالة مزرية، وذلك بسبب الرمي والجر وغيره، وتصلنا تلك القنينات الحديدية في حالة يرثى لها. أما القنينات البلاستيكية هذه فستكون جيدة في السنة الأولى، لكن بعد ذلك ماذا سيحصل؟ ربما قد تظهر عدة مخاطر: تسريب الغاز، ربما انفجار أو غيره. يقولون أنها مضادة وما إلى ذلك، لكن عليك أن تعرف بأن هذه القنينات تم وقف العمل بها في العديد من الدول الآسيوية، كان آخرها السعودية. قامت الشركات بتوزيع تلك القنينات بثمن 100 ريال للقنينة، لكن وبعد انتهاء مدة الاختبارات توقف دعم هذه القنينات، وبقي المواطن السعودي لا يجد أي مكان لكي يقوم بتعبئة تلك القنينات بالغاز، مما اضطره إلى إعادة شراء قنينات حديدية جديدة، لأن هذه القنينات البلاستيكية فشلت في فترة الاختبارات. هذا أدى إلى أن الوزارات في السعودية بدأت تتبادل الاتهامات، وفي النهاية تمت كنسلة أو إلغاء العمل بهذه القنينات. ما يدفع الشركات في المغرب للعمل بها هو الجشع والطمع في الدرهمات القليلة التي ما تزال في جيب المواطن البسيط. لكن دائما دولتنا تظن أنها أحسن من السعودية ودول آسيا، وأنها تفهم أحسن من العالم. تتذكرون أزبال إيطاليا التي جاءت، كانوا يريدون إقناع المواطن المغربي عبر إعلامه الرخيص أنها نفايات غير مضرة. من إيطاليا لديكم كل الإثباتات لإقناع المجتمع المدني، ربما تبديه حتى يظهر تماما. هذه عينه من هذا الوقود البديل اللي تكلم عليه سي شعيبي وسي حسن، واللي كتكون كما قلنا من البلاستيك، الورق، الكرتون، النسيج، واللي كما كتشوفوا جافه، ما فيها حتى ضرر. انا كنقيسها بيدي وما خايفاش منها وما كتلحق حتى ضرر للصحه. ربما فيها فيتامينات، ربما صالحه للاكل، اليس كذلك؟ ما تنساش تضغط على زر الجرس اللي قدام زر الاشتراك الا بغيتي تشوف شي حلقه اخرى.